ده انتوا ناس يا ساتر يا ساتر. مش غريبة يا جماعة ان اكتر ناس فضولية وعندها فضول عايزة تعرف رحنا فين وجينا منين وجبناها بكام وجبناها امتى وعملنا ايه في الموضوع اللي كنا قايلين عليه وهنعمل ايه، هم اكتر ناس كتومة. بجد اكتر ناس كتومة، اكتر ناس ما بتحكيش اي حاجة عنها، بتعمل للكلمة حساب، مش سهل تطلع منها باي معلومة. اكتر ناس عاملة حياتها اسرار امن دولة، اللي هو مينفعش تتكلم عني، مجنونة ولا ايه؟ حياتي اسرارها مهمة كبيرة، لكن انتي اسرارك وحياتك حاجة عبيطة جدا. اقعدي احكي، لكن احنا نتكلم عبيطة ولا ايه؟ وتشوفهم بقى في اي قعدة بيتكلموا في اي موضوع بشكل سطحي جدا 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 جدا، ما يقولوش، عاملين لك كلمة 100,000 حساب. بجد ناصحين بشكل واذكياء بشكل انا بتخض، اللي هو ايه الذكاء ده؟ الفكرة ان انت ما يبانش عليهم ان هما ما بيحكوش، لان هما فعلا ممكن يتكلموا عادي جدا، بس بيتكلموا في اي حاجة سطحية غير اي حاجة تخصهم. يعني اهم حاجة ان هي ما تكونش حاجة تخصهم، لكن عايزين يعرفوا عنك انت كل حاجة ويزعلوا، اللي هو ايه ده انتوا ما قلتوش مش عارفة ايه، ما قلتوش هتعملوا ايه، وانت بقى تتفاجئ ان هم سافروا وهاجروا واشتغلوا واتجوزوا وحامل وراحوا وجم، لكن هم يزعلوا ان انت ما قلتش، مع ان هم غموض غموض ونصاحة بشكل مش عادي. عارفين بقى هنحكي كل حاجة لكل الناس ما عدا انتوا. ده انتوا ناس يا ساتر يا ساتر.